بسم الله. نبدأ في أعنف جزء في السي بي سي وهو الوايت بيسيز. وايت بيسيز ديفرنشيشن أو ديفرنشيال، ده معناه هنتكلم عن أنواع كرات الدم البيضاء الخمسة اللي أنا قلتها لك في الريبورت بتاع السي بي سي. وزي ما أنت شايف، أول حاجة النيوتروفيل على حسب الأهمية والعدد، تاني حاجة الليمفوسايت، تالت حاجة المونوسايت، رابع حاجة الإيزينوفيل، خامس حاجة هي البيزوفيل. وقلنا النيوتروفيل بتدافع عن الجسم ضد البكتيريا، الليمفوسايت بتدافع عن الجسم ضد الفيروس، المونوسايت هي الخلايا البلعوميه اللي بتبلع اي اتنين بيتخانقوا مع بعض، سواء خلايا مع اورجانيزم او انتيجين وانتي بودي. وعند الايزينوفيل والبيزوفيل بيزيدوا في حالات الحساسيه، وعند الايزينوفيل بتزيد في حالات البارازيتيك انفستيشن او في حالات الديدان. متفقين. شكلهم ايه بقى تحت الميكروسكوب عشان لو انت بتحب تفرد بلاد فيلم وعايز تقرا الديفرنشال بعينك؟ اول حاجه هنا هتشوفها النيوتروفيل. زي ما انت شايف اسمها نيوترو من كلمه نيوترال، يعني متعادل. يعني ايه؟ يعني الحبيبات اللي موجوده في السيتوبلازم لونها متعادل، لا هو بيزوفيل يعني بيزوفيليك يعني الكلاين يعني ازرق، ولا هو ايزينوفيل يعني ايزينوفيليك يعني احمر يعني اسيدك. تمام؟ فاكرين انتوا ورقه عباد الشمس اللي كنا بنحطها؟ فلو ازرق يبقى قلوي، ولو احمر يبقى حمضي. فده بالظبط نفس القصه، ده اسيدك وده بيزوفيليك، او يعني ايه، او قلوي يعني. تحفظها بالطريقه دي. فده لو ادى اللون الاحمر الحبيبات اللي موجوده كتير دي زي ما انت شايف زي الرمان كده تبقى ايزينوفيل. لو ادت اللون الازرق تبقى بيزوفيل. والتلاته النيوكلاس بتاعتهم عباره عن ايه؟ عن نواه متقطعه كده، فبنسميها بوليمورف او متعدده الانويه او متعدده الاشكال. تمام؟ يبقى انت هنا النيوتروفيل بتسمى بوليمورف ليه؟ عشان النيوكلاس بتاعتها متقطعه فمتعدده الاشكال ومتعدده اللوبس. بتتسمى نيوتروفيل لو كانت الجرانيولز متعادله، بتسمى ايزينوفيل لو كانت الجرانيولز حمراء، وبتسمى بيزوفيل لو كانت الجرانيولز زرقاء زي ما انت شايف كده. يبقى ده شكلها تحت الايه؟ تحت البلاد فيل. تمام؟ طيب هنا بتلاقي الليمفوسايت عباره عن سيتوبلازم منتظم وجواه نواه دائريه ومعتمه كده زي ما انت شايف، وقطعه واحده مش قطعه زي. يبقى دي الليمفوسايت، وغالبا بتكون نفس حجم الار بي سيز او قدها مره ونص. لو اكبر من كده بنروح لحاجه اسمها بلاست سيل زي ما احنا هنحكي قدام. طيب المونوسايت بتكون السيتوبلازم بتاعها كبير كده غير منتظم شويه، كذلك النيوكلاس بتكون غير منتظم، يعني ممكن تيجي بالشكل ده كده كنيوكليس يعني غير منتظمه، فهي خلايا كبيره والنيوكلاس بتاعتها غير منتظمه، مش زي الايه، مش زي الليمفوسايت. يبقى دول الخمس خلايا. امال ايه بقى الخليه دي؟ الخليه دي اسمها باند سيل. لما تيجي تشتغل وتعمل الديفرنشال بتاعك هتلاقي ان عندك الخلايا النيوتروفيل بتتقسم لجزئين. جزء اسمه سيجمنتد. يعني ايه سيجمنتد؟ يعني النيوكلاس بتاعته متقطعه، اللي هو ده السيجمنتد. وجزء تاني اسمه باند سيل، او ساعات بيتسمى ستاف، هتلاقيه في الريبورت كده. تمام؟ الستاف او الباند سيل هو الجزء ده المفترض لا يتعدى 5% من عدد الايه، الوايت بيسيز. تمام؟ ده فكرته فين؟ فكرته في الصورة الجاية لما انا اقول لك المفترض ان انت النيوتروفيل بتطلع من نواة او بتطلع من الخلايا الام من النخاع، تفضل تتطور في الشكل لحد ما تبقى باند. بعدين المرحلة اللي بعدها النيوكليس تتقطع تتحول لايه، لسيجمنتد او الماتيور نيوتروفيل اللي انت شايفها دي. تمام؟ اللي هي دي. يبقى عندك بيبقى في جزء بسيط من الباند ده موجود في البريفرال او في الدم الخارجي الطرفي يعني، والجزء الاكبر بيكون ايه، بيكون سيجمنتد زي ما انت شايف. تمام؟ تفهم الجزئيه دي اكتر لما اقول لك تاريخ نشأة الوايت بيسيز من النخاع لحد ما يوصل الدم وبعدين يروح التشو. يبقى هو بيبقى في المارو او البون مارو الاول في النخاع، بعدين يروح الدم، بعدين يروح الانسجه عشان يحارب الجراثيم والميكروبات. طيب في المارو في النخاع بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى البلاست، بتتسمى مايلوبلاست. المايلوبلاست هي الخليه الام للنيوتروفيل وكمان للمونو ايه، للمونوسايت، الخلايا البلعوميه وللنيوتروفيل. بتتقسم حاجتين، يا اول واحده اسمها برو مايلوسايت والتانيه دي اسمها برو مونوسايت. البرو مونوسايت تتطور وتبقى ايه، وتبقى مونوسايت، والبرو مايلوسايت تتطور وتبقى ايه، تبقى نيوتروفيل. جميل. طيب ايه بقى المراحل دي كلها؟ مش لازم تحفظها ولكن هديك معلومه دلوقتي. المفترض البرو مايلو تبقى مايلوسايت، شكلها يتطور شويه وحجمها يصغر، وبعدين المايلو تلاقي ان النيوكلاس دي بدات تتقسم كده وتبقى ايه، نص كده.
تتحول لميتا مايلوسايت. الميتا مايلوسايت لما النواة تبدأ تعمل حدوة حصان كده زيادة عن اللازم شوية، تتحول لمين؟ تتحول لباند سيل أو ستاف، اللي هي نسبتها لا تتعدى 5% من كرات الدم البيضاء. وبعدين في الآخر النيوكلاس تتقطع تبقى نيوتروفيل، وبعدين تروح على الدم، وبعدين تروح على التيشو زي ما انت شايف كده. الفكرة فين بقى؟ ان انت لو عندك عدد كرات الدم البيضاء زاد قوي، بيحصل ايه؟ بتفرد فيلم عشان تشوف حصل شيفت تو ليفت ولا لا. يعني الخلايا الاماتيور اللي هي المراحل المتقدمه ظهرت معاك في الدم ولا ما ظهرتش. وده له دلاله قويه. ايه الدلاله؟ حاجه اسمها ليوكومويد رياكشن او حاجه اسمها ليوكيميا. يعني ده لما يحصل شيفت تو ليفت والعدد ده يزيد عن 5% ويظهر معايا الميتا مايولو او المايلو، ده معناه ان في خلايا اماتيور غير ناضجه طلعت كتير في الدم في البريفرال، وده بسبب يا اما عدوى عنيفه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي في الشرح، حاجه اسمها ليوكومويد رياكشن، او بسبب الليوكيميا اللي بتطلع معايا بلاستات او انواع تانية زي ما انا هشوف في الشرح دلوقتي. تمام. طيب المونوسايت بتبقى برو مونو، وبعدين بتروح لمونوسايت على طول، وبعدين تروح لاماتيور ماكروفاج. طبعا الماكروفاج ديت هي خلايا بلعوميه برضو مسمى تاني المونوسايت، وبعد كده تحول لماتيور ماكروفاج في التيشو. تمام. يبقى النشأة بتاعة المونوسايت وبتاع النيوتروفيل من الايه؟ من المايلوبلاست. ولو المايلوبلاست دي زادت ودخلت الدم، دي دلاله قويه ان في اكيوت ليوكيميا زي ما هنشرح بالتفصيل دلوقتي. خلاص مركزين ولا ايه؟ ننتقل للصوره اللي بعدها. هنا يا سيدي تجميع للوايت بيسيز ابنورماليتي. كل ابنورماليتي موجوده في خلايا الدم البيضاء هتلاقيها في الصوره دي، وكمان حاجات زياده ممكن تكون خزعبليه شويه مش هتشوفها قوي، ولكن هنقولها سريعا عشان تكون للعلم. هنا بنقسم الابنورماليتي لحاجتين، يا اما زياده يا اما نقصان. الزياده معناها فيليا باللاتيني، يعني نيوترو فيليا، ايزينو فيليا، مونو سيتوزس، هنا ما ينفعش بقى مونوفيليا، او ليمفوسيتوزس. تمام. لكن لما تبقى العدد قليل فنسميها نيوتروبينيا او ايزينوبينيا او مونوبينيا او ليمفوبينيا، ده برضو المصطلح باللاتيني. تمام متفقين؟ يبقى كده عشان تبقى عارف، لما اقول لك في مايلد نيوتروفيليا او مايلد ليمفوسيتوزس، ده معناه ان في زياده في العدد. لكن لو قلت لك نيوتروبينيا او ايزينوبينيا او مونوبينيا، ده معناه ان ايه؟ ان العدد عنده قليل. ده بالنسبه للمصطلح. طب ايه الاسباب؟ هتلاقي الاسباب مرصوصه عندك على الشمال للاسباب بتاع النقص، والاسباب بتاعت الزياده مرصوصه عندك في اليمين. احنا اتفقنا ان زياده النيوتروفيل على الارجح بسبب انفكشن وبيكون بكتيريال، ده اشهر حاجه. وسبب زياده الايزينوفيل على الاشهر برضو في حساسيه هايبر سنسيتيفيتي، او في ديدان بارازيتيك انفستيشن، دول اشهر سببين. بعد كده المونوسايت بتزيد امتى؟ لو في اي انفكشن او في اي مالجنانسي. طبعا هنا مكتوب ايه؟ مايكوبكتيريا. مايكوبكتيريا اللي هي الايه؟ البكتيريا بتاعه التي بي وخلافه. نيجي هنا بقى نتكلم عن الموضوع الشيق وهو الليوكيميا. يعني ايه ليوكيميا؟ يعني malignant cell in bone marrow، يعني خلايا سرطانية في البون مارو. ومعنى الليوكيميا تساوي بلاست، يعني البلاستات موجودة في البريفرال بلاد، وده عمره ما يحصل غير في الليوكيميا. وكمان عددها زاد جدا في البون مارو، تخطى ال 20% او ال 10% على حسب نوع الليوكيميا زي ما هقولك. تمام. طيب الليوكيميا دي حالة مرضية، والليمفوما حالة أخرى، وحاجة اسمها بري مالجنانت كونديشن، يعني مرحلة تسبق الليوكيميا أو المالجنانسي. دي التلات أبنورماليتي اللي موجودة في الوايت بلاد سيلز. تمام. عشان نفرق بينهم لازم تعرف الأنواع بتاعت كل واحدة. طيب عند الليوكيميا نوعين بناء على الديوريشن بتاعها أو الوقت، في حاجة اسمها أكيوت ليوكيميا وفي حاجة اسمها كرونيك ليوكيميا. تمام. طيب السيل اوريجين، يعني مصدر الليوكيميا يا اما المايلويد يا اما الليمفويد. احنا قلنا المايلويد سيل او المايلويد بلاست او المايلوبلاست بتطلع لي حاجتين، بتطلع لي نيوتروفيل في الاخر وتطلع لي مونو، صح؟ فاكرين التقسيمه الاولانيه؟ يبقى هنا المايلويد ليوكيميا معناها ان بتعمل لي ليوكيميا في النيوتروفيل او ليوكيميا فين؟ في المونوسايت. طب الليمفويد معناها في الليمفوسايت. تمام كده؟ يبقى دي النوعين بتوع الليوكيميا، يا اما اكيوت يا اما كرونيك، والمصدر بتاعها يا اما مايلويد يا اما ليمفويد. طيب ايه الانواع بقى المشهوره او اللي احنا بنشوفها في المعمل؟ بالنسبه للاكيوت ليوكيميا في نوع اسمه AML ونوع اسمه ALL، ده طالع من المايلويد يبقى اكيوت مايلوبلاستيك ليوكيميا، وهنا اكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا. خلاص على حسب المصدر هو ليمفويد ولا مايلويد. طب الكرونيك اسمه كرونيك مايلويد ليوكيميا، يعني CML، وهنا CLL اللي معناها كرونيك
ليمفويد ليوكيميا. خلاص، يبقى على حسب المصدر سميتها، وعلى حسب المده قلت اكيوت او كرونيك. يبقى دول الاربع انواع من انواع الليوكيميات، عشان ما تفضلش حيران وتفتكر ان هم انواع كتير، وده المشهور طبعا. طيب الليمفوما. الليمفوما الفرق بينها وبين الليوكيميا ان مصدر الخلايا السرطانيه هنا من البون مارو، لكن هنا مصدر الخلايا السرطانيه من الليمفويد تيشو او الغدد الليمفاويه. عارفين انتوا لما يجي طفل كده حته مورمه في رقبته ويقول لك دي غده ليمفاويه وارمه وعايزين نشوفها هي مالجنانت ولا نورمال، فالدكتور يطلب له سي بي سي واي اس ار وسي ار بي وبلاد فيلم. بيجي لكم ده في المعمل، ده بيطلبوا ليه؟ عشان يشوف فيه انفلاميشن دلوقتي او فيه انفكشن ولا لا. تمام. وبيفرد بلاد فيلم عشان يشوف ايه؟ يشوف لو الخلايا الليمفوسايتس عاليه هيشوفها هي رياكتيف ولا مالجنانت. فاكرين الشريحه اللي فاتت كانت الايه؟ كانت الليمفوسايت كانت عامله ازاي؟ كانت رياكتيف. ودي في ناس كتير بتلخبط فيها، لما يفردوا الفيلم يفكروها مالجنانت ويخلوا العيل ايه؟ يسحب بون مارو، وده غلط جدا. لو لقيتها رياكتيف تطمن، لان ده بيبقى فيرال انفكشن، فتعمل بقى فيرولوجي سكرين اللي هو عباره عن ايه في الاطفال المشهور. يعني بتعمل فيروسات بتاع الكبد اللي هي البي والسي والاي. تمام، ده في الاطفال. ولكن في الغالب بتلاقيه حاجه من اتنين، يا بتلاقيه سايتو ميجالو فيروس، طبعا تعمل اي جي ام، يا اما تلاقيه ابشتاين بار فيروس. النوعين دول بيصيبوا الليمفاتيك سيستم ويعملوا تورم في الغدد الليمفاويه، وكمان من ضمن الليمفاتيك سيستم يعتبر الكبد والطحال، فساعات يعملوا فيهم تضخم. تمام. يبقى انت بتعمل فيرولوجي سكرين، وما تنساش السيتوميجالو والابشتاين بار فيروس، عشان كتير جدا بيطلعوا بوزيتيف في الحالات اللي احنا بنقول لك عليها دي. خلاص. يبقى الفرق في التيومر بتاع الليوكيميا والليمفوما ان مصدر التيومر او المالجنانت سيل هنا طالع من البون مارو، وهنا طالع منين؟ من الليمف نود او الليمفويد تيشو. هنا في نوعين مشهورين، هوجكن ونون هوجكن، ده على اسم العالم اللي اكتشف الايه؟ الليمفوما. يا اما هوجكن يا اما نون هوجكن، وهعرفك بتفرق بينهم ازاي. بعد كده في حاجه اسمها بري مالجنانت كونديشن، يعني حاله تشبه المالجنانسي ومع الوقت يعني هتقلب مالجنانت. هتقلب مالجنانت حاجه من اللي فوق دول. تمام. وغالبا كرونيك يعني. حاجه اسمها ام بي اس او مايلو بروليفراتيف سيندروم، وحاجه اسمها ام دي اس وهي مايلو ديسبلاستيك سيندروم. ومن الاسم كده المايلو يعني بون مارو، يعني بيحصل له بروليفريشن يعني نمو، يبقى العدد بتاع الخلايا هنا بيزيد جدا بسبب خلل فين؟ في النخاع، ولكن ما قلبش ان هو يبقى مالجنانت، لسه بري مالجنانت. طيب هنا بقى المايلودوس بلاستيك سندروم، ديسبليزيا يعني معناه تشوه، يعني النخاع الخلايا بتاعته اصبحت مشوهه، خلاص ما عادتش شكلها الطبيعي. لو انت متعود ان الليمفوسايت بتكون شكلها كده، لا بتكون غير طبيعيه ولا ترتقي ان هي تكون بلاست. تمام. يبقى ده الفرق ايه في المصطلحات. يبقى دي انواع الليوكيميات اللي انا بشوفها، وده البري مالجنانت ديزيز، يا اما ليوكيميا يا اما لينفوما، وفي حاجه اسمها بري مالجنانت ديزيز. خلاص سهله كده. يبقى دي التجميعه اللي انت هتذاكرها مستقبلا. طيب دي رسمه كده بتوضح الفرق بين الاكيوت وبين الكرونيك. احنا قلنا الاكيوت دايما بيكون البلاست عاليه اكتر من 20%، لكن الكرونيك البلاست بتكون اقل من 10%. تمام. طيب وعندي هنا نوعين من الكرونيك، في كرونيك مايلويد ليوكيميا وفي كرونيك ليمفويد ليوكيميا. خلاص. في السي ال ال او كرونيك ليمفويد ليوكيميا بتلاقي في البريفرال بلاد الليمفوسايت بتبقى سمول وماتيور وكتير جدا، وبتعمل حاجه اسمها سمادج سيل او سمير سيل، يعني الخلايا دي بتفرقع وتعمل ايه؟ شكل كده اسمه سمادج سيل، هوريهولك دلوقتي ان شاء الله. طيب لكن في الكرونيك مايلويد ليوكيميا بتلاقي في شيفت تو ليفت كده لحد الميتا مايلو، وساعات تلاقيها لحد البرو مايلو، ولكن ما تلاقيش بلاستات. لكن هنا في الاكيوت بتلاقي بلاست، بتلاقي الليمف بلاست موجوده، وتلاقي المايلويد المايرو بلاست موجود. تمام. يبقى ده الفرق بين الاكيوت والكرونيك زي ما قلنا. يبقى الاكيوت معناه ان فيه بلاستات، الكرونيك مفيش بلاستات. هنا الليمفو بلاست وهنا المايلو بلاست. تمام. على حسب هي اي ام ال ولا سي ال ال، ولا قصدي ايه ال ال. خلاص سهله. طيب ده بلاد فيلم بقى مباشر هيوضح لك الفرق بين النورمال وبين الاكيوت وبين الكرونيك. احنا قلنا ده النورمال بيكون موجود الليمفوسايت عادي خالص نفس حجم الار بي سيز او قدها مره ونص، وده الباند سيل، او يعني ممكن تقول بقى ان ديت تعتبر ايه؟
تعتبر مونوسايت شويه، بس ماشيه باند سيل عشان الشكل بتاع النيوكليوس اللي احنا متعودين عليه. ده نورمال ومفيش اي خلايا مالجنت. طيب لو بصيت هنا بقى على اللوحه دي او البلاد فيلم ده، ولو بصيت على البلاد فيلم ده، هنا بنقول ان ده اكيوت مايلويد ليوكيميا. ليه؟ عشان دي كلها بلاست سيل. البلاست سيل عباره عن ان النيوكليوس كبيره جدا وفي سمول ريم اوف سيتوبلازم، تمام، السيتوبلازم بتاعها صغير، وكمان الكروماتين بتاعها، كروماتين اللي هو ده كله بتلاقيه فينت او شفاف شويه، بهتان شويه. وفي النيوكليولوس، يعني في عين الكتكوت اللي بيقولوا عليها كده في الايه، في المعامل. يعني شايف دي، شايف دي كده، دي اسمها عين الكتكوت او يعني ايه، النويه، النيوكليولاي، تمام. يبقى دي معناها ان ديت بلاست. وبتعرف كمان ان هي بلاست منين؟ بتلاقيها قد الار بي سيز مرتين او 3 او 4 مرات. لو حطيت 4 ار بي سيزات جنب دول زي دول جنب بعض، هتلاقيها عامله لك ايه، نيوكلاس واحده من البلاست دي. يبقى البلاست بتلاقي فيه قصدي الاكيوت ليوكيميا بتلاقي فيه بلاستات كتير جدا. لكن الكرونيك مش بتلاقي بلاستات، لكن بتلاقي شيفت تو ليفت. ادي الباند، وادي الميتا مايلو، وادي البرو مايلو، دي كلها موجوده، ولكن مش موجود ايه، مش موجود البلاستات. ويبقى طبعا العد الابيض عالي جدا، اكبر من 50,000. خلاص، ومفيش مصدر للانفكشن زي الفوليكولار تونسلايتس اللي احنا حكينا عليها وتعملي ليكومويد رياكشن. جميل. طيب ايه بقى الكلينيكال فيتشرز بتاع الليوكيميا؟ طبعا واحد عنده ليوكيميا يبقى عنده المناعه في الارض. طيب رقم واحد في الاكيوت بتلاقي ان في اكسس بلاست، يعني بتلاقي البلاست سيل عاليه جدا. وبعدين ديكريز الهيماتوبويزس، يعني بيحصل انيميا لما الار بي سيز تقل، ويحصل ان في الوايت بي سيز تقل، يحصل لك انفكشن، او ممكن يجي بالصفائح قليله فيحصل لك بليدنج. يبقى مع الوقت بيضرب لك كل البارامترز دي. ليه؟ عشان البلاستات الكتير اللي في النخاع بتضغط على الخلايا اللي حواليها فتموتها، فما تنتجش ماتيور ار بي سيز ولا ماتيور وايت بي سيز ولا ماتيور بريتلت. خلاص كده، فتعمل لك على حسب الديجري، يعني يا اما انيميا بس، يا اما انيميا وثرومبوسايتوبينيا، يا اما مع الوقت تعمل لك ايه، ليوكوبينيا، مع انها كانت بادئه بليوكوسايتوز. تمام. طيب ايه كمان بيحصل ان البون مارو بيحصل له اكسبانشن ديستراكشن. مش احنا قلنا النشاط الزايد للبون مارو بيؤدي الى تضخمه؟ هنا بقى بيبقى ناشط بغباء لدرجه ان هو بيعمل بون بين، بيبقى في وجع في العظم كله، دي من الاعراض القويه في الليوكيميات. ومع الوقت بيعمل لي بون فراكشر او كسر في العظم. خلاص. طيب ايه كمان؟ دلوقتي لما البون مارو يفشل ان هو يطلع لي خلايا دم ناضجه تقوم بدورها، هتلاقي ان بيحصل لك ايه، اكسترينيوس هيموبويزس، يعني الخلايا اللي كانت بتساعد في انتاج الدم سابقا ايام ما كنت بيبي وانت ادلت كمان بتشارك بنسبه بسيطه، زي السبلين او الطحال يعني، وزي الكبد وزي الكلى، بتبدا تتضخم علشان تبدا تديك ايه، تبدا تديك ماتيور ار بي سيز وماتيور وايت بي سيز وماتيور بليتلت عشان تقوم بشغلها. فتتضخم الطحال ويتضخم الكبد، ويحصل لك ايه، البطن بتاعتك تكبر جدا، ويحصل لك الام فظيعه في الناحيه الشمال عشان الطحال، وفي الناحيه اليمين عشان الكبد، ويحصل لك استسقاء مع الوقت. كمان ايه اللي بيحصل غير الاسبلينوميجالي والهيباتوميجالي؟ بيحصل ليمفادينوباسي، يعني الغدد الليمفاويه تورم في جسمك كله، سواء في منطقه الرقبه او في منطقه الراس من ورا، او كمان تحت الابط يمين وشمال، او في منطقه الانجوينال عند حزام البطن من تحت كده، بين التقاء البطن والرجل من تحت كده بتلاقي فيه ليمف نود. وكمان جوه البطن بقى في الغشاء البروتوني بيبقى فيه ليمف نودز كمان بتتضخم، وحوالين الاورطه واماكن مختلفه كتير. تمام. يبقى دي كلينيكال فيتشرز اوف ليوكيميا. زي ما انت شايف ادي الليمفادينوباثي، وهنا بيحصل بليدنج بسبب نقص الصفائح، وهنا بيحصل عدوى كانديديزس. طبعا المناعه لما تقع بتصاب بالفطريات. وكمان هنا حصل هيباتوسبلينوميجالي، تضخم للكبد والطحال، ربنا يعافينا جميعا. تمام. لو انت بصيت بعينك هنا، هل تقدر تقول ان الخلايا دي مش بلاست؟ ما هي قد الار بي سيز اهيت 4-5 مرات، والنيوكلاس كبيره جدا، وفيها النوايا الصغيره او النيوكليولاي اللي احنا قلنا عليه. طيب هنا ده نورمال فيلم، هتلاقي الفيلم او الليمفوسايت قد الار بي سيز او قدها مره ونص، والدنيا زي الفل ولذيذه. تمام. يبقى ده الفرق بين النورمال وبين المالجنانت. هنا بقى لو اتكلمنا عن الليوكيميا كلاسيفيكيشن او تقسيم الليوكيميات، احنا قلنا يا اما اكيوت يا اما كرونيك زي ما اتفقنا. اكيوت علشان بقالها يدوب اسابيع او شهور، لكن الكرونيك دي بقالها ييرز، بقالها سنين، ممكن ما تكتشفش غير متاخر. تمام. وعندي هنا المصدر بتاعها يا اما المايلويد يا اما الليمفويد.
ولو جيت هنا بقول اكيوت مايلويد ليوكيميا او اكيوت مايلوبلاستيك ليوكيميا، او بتسمى ايه ميل للتسهيل. تمام. ولو جيت عند الليمفويد بقول اكيوت ليمفويد ليوكيميا او اكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا او ALL للتسهيل. طيب الكرونيك نفس الكلام، كرونيك مايلويد او CML او كرونيك ليمفويد او CLL على حسب المصدر بتاعها زي ما احنا قلنا. تمام. طيب لو لاحظت بقى المايلويد سيريس دي او المايلويد ليوكيميا سواء اكيوت او سواء كرونيك بتيجي للادلت، والادلت ده معناه ان هو من 30 ل 50 سنه. جميل جميل. امال الايه اللي بقى او الليمفويد الاكيوت بتيجي للتشيلدرن الاطفال، والكرونيك بتيجي للاولد ايج. خلاص. يبقى انت عشان ما تنساش الليمف لو اكيوت بتيجي للاطفال، لو كرونيك بتيجي للكبار في السن. امال المايلويد ليوكيميا سواء AML او CML بتيجي للادلت، يعني من سن يا سيدي قول من 20 كمان لحد 40 او 50 سنه. خلاص. يبقى دي للادلت الAML والCML كمان للادلت، والاثنين مصدرهم المايلويد. لكن ALL او CLL، ALL بتيجي للتشيلدرن، ده حرف A يبقى بيجي الاول، والCLL بتيجي للاولد ايج زي ما احنا قلنا كده. دي التقسيم عشان على حسب السن اللي جاي لك والعدد الابيض زايد بتتوقع الليوكيميا على حسب السن زي ما احنا قلنا كده. تمام. طيب بعد كده نقول الليمفوما. الليمفوما احنا قلنا ان مصدر التيومر هو الليمفويد تيشو، دي سهله وقلناها قبل كده. وقلنا في نوعين مشهورين، النوع الاولاني حاجه اسمها هوجكن، والنوع الثاني اسمه نون هوجكن. تمام. الفرق بينهم وجود او عدم وجود خليه اسمها LRS سيل ريد ستيرنبرج سيلز. تمام. تبقى خلايا كبيره ومميزه موجوده في التيشو بتاع الليمف نود او العضو اللي هو ايه اللي داخل فيه الابنورمال سيلز دي. المشكله بقى ان الخلايا المالجنانت بتطلع من الليمفويد تيشو تروح للبون مارو تعمل لي ايه، تضغط لي على الاربسيز تموتها فتعمل لي انيميا، او تروح للميجا كاريوسايت تقلل لي البليتلت فتعمل لي نزيف، او تروح للخلايا الام بتاعه الوايت بيسيز سواء الليمفويد او المايلويد تعمل لي ليوكوبينيا وتقلل لي المناعه وهكذا. تمام. طيب في نوع تاني هنا مشهور من الليوكيميات وبيتكرر كتير في الاولد ايج، هو اسمه مالتيبل مايلوما. يعني ايه مالتيبل مايلوما؟ الخلايا اللي بتطلع علشان تنتج لك انتي بوديز او اجسام مضاده من الليمفويد تيشو اسمها ايه؟ اسمها بلازما سيل. البلازما سيل دي اللي بتطلع لي الانتي بودي. تمام. بيحصل ايه؟ بيحصل ان الخلايا الام بتاعتها بتتجنن فتطلع لي بلازما سيل كتير، فبالتالي تعمل لي تآكل في العظم، وده الشكل بتاعها اهو. تمام. بتعمل لي وجع في العظم كله، وبعد كده بتعمل ريبليسمنت للنخاع بتاعي وتقلل لي النورموبلاستات اللي بتطلع لي الاربسيز فتعمل لي انيميا، او تروح للميجا كاريوسايت فتعمل لي ثرومبوسايتوبينيا، او تروح للخلايا الام بتاع الوايت فتعمل لي ليوكوبينيا وهكذا. تمام. بتيجي باعراض ايه؟ زي ما جات لنا كده الست وهي عندها انيميا 10 ونص، وبعد كده زي ما حكيت لكم عملنا بلاد فيلم فلقينا بلازما سيل موجوده في الفيلم، ولقينا في علامه في الاربسيز اسمها رولو. عملنا التحاليل التأكيدية عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين الكتروفوريسيس، دي عينة من السيرم بنفصل انواع البروتين، فبنلاقي نوع واحد كده من البروتين او الانتي بودي عالي جدا بنسميه مونوكلونال انتي بودي بيك. تمام. لقيناه بوزيتيف. وبعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل بون مارو ونتأكد من وجود التشخيص من عدمه ونشخصها ببساطة، وطبعا برضو هي بتاخد كيمو سيروم. تمام. طيب البريكانسيريوس ديزيز اللي هي الامراض اللي شبه المالجنانسي بس هي مش مالجنانت ولكن بتكون على وشك ان هي تتحول لمالجنانت. احنا قلنا في حاجه اسمها مايلو بروليفراتيف، ده معناه ان في زياده في الخلايا. طيب لو زادت الخلايا الحمراء بنسميها بوليسايسيميا فيرا اللي احنا قلناها. طب لو زادت كرات الدم البيضاء بنسميها CML، وده نوع من انواع الايه المالجنانسي، بس حطيناه هنا لانها ساعات بتيجي بمنر طيبه يعني ما بتبقاش يعني مضره، لكن بتبقى محتاجه فولو اب بس، فبنسميها CML. او بتيجي في الصفائح الدمويه، فاكرين لما قلنا الصفائح لو زادت عن مليون اسمها اسينشال ثرومبوسايسيميا. تمام كده. او تزود لي حاجه اسمها فايبر بلاست. الفايبر بلاست ديت اللي بتموت لي الخلايا بتاعه النخاع فتعمل له مايلو فايبروزس او تليف النخاع. يبقى ده المايلو بروليفراتيف ديس اوردر، على حسب الخليه اللي بتاثر عليها وتزيد في العدد بتعمل لي التاثير. لو زاد الار بي سيز تعمل لي ايه؟
تعمل لي اسينشال، تعمل لي قصدي بوليسايثيميا فيرا. لو زادت الوايت تعمل لي سي ام ال. لو زادت البليتلت تعمل لي اسينشال ثرومبوسايثيميا. ولو زاد الفايبروبلاست تعمل لي فايبروز. بشخصها بايه يا شباب؟ بشخصها بتحليل اسمه جاك 2 ميوتيشن. ده جين ميوتيشن بيبقى بوزيتيف في 50% من الحالات. لو طلع بوزيتيف يبقى انا اتاكدت من التشخيص 100%. لو طلع نيجاتيف بيكون عندي مازال احتماليه 50% ان عنده المرض او لا، وبتاكد بتحاليل اخرى او تحاليل جينيه اخرى لا يتسع الوقت لذكرها. تمام. طب المايلو ديسبلاستيك الديسبليزيا معناه تشوه في شكل الخلايا. تمام. طيب بتيجي في الاولد ايج وبيكون في انيميا غير مبرره، وتيجي تشوف الخلايا الام بتاعه كل بارامتر بتلاقيها شكلها مشوه بس. وممكن تيجي بهايبر سيلولار بون مارو، تلاقي ان الخلايا في النخاع زياده رغم ان في عندي سيتوبينيا في البريفري، وبتلاقي في ليوكوبينيا او انيميا معاها. يبقى عندك تسحب البون مارو تلاقي الخلايا كتير، تسحب بلاد فيلم او صوره دم تلاقي عنده ليوكوبينيا، نقص في كرات الدم البيضاء، او عنده انيميا، ودي حاجه غريبه جدا. بعدين بيقول لك يعني ان انت commonly known as refractory anemia، يعني بتعرفها ان هي باسم ليه refractory anemia، لان انت مش عارف السبب بتاعها ايه اصلا، هو اتجننت وخلاص. تمام. طيب احتماليه بقى تحول الديسبليزيا لليوكيميا وارد، وارد بتحول ليه لاكيوت ليوكيميا. طبعا الاكيوت بتكون اعنف جدا من الكرونيك وممكن تسبب الوفاه. مش عارف الدنيا واضحه ولا في صعوبه؟ يا ريت تكتبوا لي في التعليقات كده عشان اشوف الدنيا كلير ولا احنا تهنا. تمام. يبقى هنا عايزين نشخص او نلخص الوايت بيسيز ابنورماليتي. احنا قلنا يا اما تبقى رياكتيف ليوكوسايتوزس، نشوف النيوتروفيليا او الايزينوفيليا او الليمفوسايتوز بسبب فيرال انفكشن او بسبب حساسيه او بسبب بكتيريال انفكشن، وده الاستجابه الطبيعيه. تمام. طيب عندك بقى ايه رياكتيف ليوكوبينيا؟ يعني بيحصل لي نيوتروبينيا او ليمفوبينيا بسبب حاجه وراثيه، او ان في عدوى جديده عملت لي نقص في كرات الدم البيضاء او ضعف في الاستجابه. تمام. زي من الاسباب اللي بتعمل نيوتروبينيا التيفود والبروسيلا، والاسباب اللي بتعمل ليمفوبينيا مين؟ الاتش اي في زي ما قلنا والكورونا، دول الحاجات المشهوره. طيب بعد كده الابنورماليتي اللي بعد كده حاجه اسمها ليوكيميا، يعني سرطان الدم بسبب ان في خلايا مالجنانت طلعت من النخاع، يبقى اسمها كانسر اوف بلاست. تمام. البلاست دي الخلايا الام بتاعه الايه؟ بتاعه الخلايا الدم. عندك في نوعين، يا اما اكيوت يا اما كرونيك، وعلى حسب المصدر بقول اي ام ال او ايه اللي على حسب هو مايلويد ولا ليمفويد. وبالنسبه للكرونيك يا اما برضو ام سي ام ال يا اما سي ال على حسب هي مايلويد ولا ليمفويد وهكذا. طب الليمفوما دي خلايا مالجنانت طلعت من الليمفويد تيشو وراحت بعد كده خلايا مختلفه زي النخاع بتاع العظم وزي الانسجه التانية زي الكبد والطحال وخلافه، بتعمل تضخم وضمور. وقسمتهم لنوعين على حسب الخلايا اللي موجوده، الار اس سيل موجوده ولا لا. لو موجوده يبقى هوجكن، لو مش موجوده تبقى نون هوجكن. تمام. البري مالجنانت لو العدد زايد نقول مايلو بروليفراتيف سندروم، على حسب في زياده في الار بي سيز ولا في البليتلت ولا في الوايت ولا في الفايبروبلاست. وهنا الام دي اس يعني خلايا مشوهه، فحصل ديسبليزيا سواء بقى في الخلايا الام بتاع الار بي سيز ولا الوايت ولا البليتلت، والمشكله فيهم هما الاثنين ان هما ممكن يتحولوا لاكيوت ليوكيميا ويبقوا مميتين. تمام. يعني لو اتحول لاكيوت ليوكيميا بتبقى نهايته قربت، كبيره 6 شهور ويتوكل على الله. ربنا يعافينا جميعا واياكم. يبقى احنا ايه اللي اتعلمناه النهارده في المحاضرات بتاعه السي بي سي انتربريتيشن؟ اتكلمنا عن الانيميا وانواعها، واتكلمنا عن الصفائح سواء زادت او قلت ايه الاسباب، وبعد كده اتكلمنا عن الوايت بيسيز الانواع الخمسه بتاعتها ووظيفه كل نوع وايه اللي بيحصل زياده او نقصان واسبابها، وبعد كده دخلنا على المالجنانسي والبلاد كانسر، واتكلمنا على مرحله ما قبل الاصابه بالكانسر، واتكلمنا ايه الفرق بين الليوكيميا والليمفوما عشان تبقى فاهم. وقلنا ان مشكله البري كانسيريوس ستيج ان هي ممكن تتحول لاكيوت ليوكيميا، ولو اتحولت لاكيوت ليوكيميا بتكون ايه؟ بتكون اكثر عرضه للوفاه في وقت قصير جدا جدا جدا. اتمنى تكون المحاضره سهله ولذيذه واستفدتم، ولو حد عنده اسئله طبعا قولوا لي في التعليقات او ابعتوا لي على الخاص على ارقام الواتساب. واللي عايز يتعلم اكتر كده كده ايه احنا عاملين رحله اسمها لاب جيرني بنعلمكم كل حاجه فيها من الصفر حتى الاحتراف،
فاللي عايز يشترك زي زمايله اللي اشتغل بعد الكورس وفتح كمان معمل يتفضل يكلمنا على الخاص او يبعت لنا رسالة. وكل سنة وانتم طيبين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.